بصراحة ما حاسين فيها نهائيًا هاي الموضوع، لكن هذا الموضوع بالأساس تم طرحه لإعادة تحجيم تركيا، نعم، لإعادة أحد الأسباب الرئيسية لحل حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقاء السلاح هي قطع كل الذرائع على تركيا وإعادتها إلى الحدود، فية المنطقة إلى أصولها. فخلال الفترة اللي تمتد ما بين الديمقراطية والانفجار العظيم اللي راح يحصل في تركيا، راح يعود كثير من الناس لمواقع سياسية، هنا أقصد فيها، لأنه كل هؤلاء يعني كل واحد منهم مشروع سياسي كبير جدا. فهنا سيتم تنظيم الشارع الكردي بشكل كبير يحتاج إلى تفكير عميق جدا. طبعا خلال الفترة اللي فاتت كنت أعطي آرائي بهذا الموضوع وكنت أمهد لهذا الموضوع، علما مني شخصيا أنا أنه هاي المرحلة قادمة لا محالة. لكل الأخوة اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه. للغاية وتبعات القرار اليوم اتخذه حزب العمال الكردستاني، وشفنا المسألة اللي حصلت اليوم بحرق بعض الأسلحة اللي كانت موجودة، شو تبعيات الدولية وشو معناها حرق الأسلحة، ولماذا تم التصوير أساسا أمام أحد الكهوف. هذا كمان كله معاني. طبعا أنا تحدثنا بشكل مطول خلال الفترة اللي فاتت عن التبعيات الداخلية في داخل تركيا، شو هو أهداف حزب العمال الكردستاني بإنهاء نفسه إداريا وعسكريا نوعا ما، ونستطيع أن نقول انتقال من مرحلة فكرية قديمة إلى مرحلة فكرية تواكب بالأساس المشاريع الدولية القادمة إلى المنطقة، واللي راح تقسم وتعيد الخرائط ورسمها مرة أخرى في المنطقة. طبعا بدنا نرجع شوي للتاريخ. تركيا ما كانت تلك الدولة القوية في فترة الثمانينات والتسعينات، لكن حصل ظروف معينة وظهور حزب العمال الكردستاني اللي أعطاها ذراع كبيرة جدا لأنه تتدخل في الإقليم. تحدثنا عن اتفاقية عام 1984-85 مع صدام حسين اللي كان بداية ظهور حزب العمال الكردستاني، وكان صدام حسين ما بيعرفه، متخوف من الحدود الشمالية وهو في حرب مع إيران. حرب ال8 سنوات اللي بدأت عام 1980 وانتهت عام 1988 وسموها بحرب الخليج، بعدين حرب الخليج الأولى. طبعا الاتفاقية النص كانت بكل وضوح على أنه يحق لتركيا ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني وحماية الحدود. تم تعديل تلك الاتفاقية في عام 2009 مع الجعفري، كان وقتها رئيس وزراء العراق بعد سقوط صدام حسين، وأعطت الحق لتركيا بإنشاء قواعد عسكرية دائمة في العراق. طبعا كانت الصفقة مقابل المياه، باعتبار أن تركيا بنت سدود على نهري دجلة والفرات، والعراق يعني أساسا يعيش على هذين النهرين، حتى سوريا يعني. فاستطاعت تركيا عن طريق استبداد العراق بالمياه مقابل السماح لها بإنشاء قواعد عسكرية داخل العراق، وتمد العراق بكميات من المياه وتحصل على حصصها اللي كانت تحصل عليها سابقا. طبعا بعهد صدام حسين ما كانت تتجرأ تركيا أبدا لإنشاء سدود، لأنه كان العراق وقتها قوي وكان راح يهدد تركيا، وتم تهديد تركيا من قبل صدام حسين أكثر من مرة أيضا أنه إذا أنشأ سدود على نهر دجلة والفرات سيقوم العراق بقصفها وقتها. طبعا نعرف إحنا العراق كان يمتلك نوعا ما قوة جيدة وقوة صاروخية وعنده طيران وكذا، وكان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد إيران، وكان مدعوم من دول الخليج أيضا. طبعا مثل ما قلنا لكم الاتفاقية تم تعديلها في عام 2009 بين مسعود يلماظ وقتها حسب ما أذكر، وكان الجعفري اللي كان رئيس وزراء العراق سابقا، مقابل المياه سمح للقوات التركية باتفاق. بعدين الاتفاق هذا ما طبق لفترة طويلة، لكن احتفظت فيه تركيا إلى
قبل عامين و3 عندما دخلت وعملت قواعد. طبعا كان طموح تركيا أيضا عن طريق تلك القواعد أنه تستطيع أن تمتد بالمشروع الملي اللي كانت تحلم فيه. طبعا لدينا اتفاقية أخرى ما بين تركيا وسوريا أيضا، اللي أجبرت فيها تركيا سوريا على توقيع اتفاقية أضنا. طبعا اتفاقية أضنا مع حافظ الأسد لا تسمح لتركيا بإنشاء قواعد ثابتة في سوريا، لكن الاتفاقية تسمح لتركيا بتعقب أعضاء حزب العمال الكردستاني بعمق 500 كيلومتر ضمن الأراضي السورية. يعني حافظ أسد ما تنازل التنازل الكبير بالنسبة للأتراك وقتها، لكن جبروه على إيش؟ على أنه يوقع اتفاقية أضنا. طبعا الاتفاقيتين الذريعتين الأساسيتين هي تواجد حزب العمال الكردستاني، يعني بالقانون الدولي إذا تم حزب العمال الكردستاني بحل نفسه ووضع السلاح يحق للدولتين بإلغاء الاتفاقيتين بسبب إلغاء السبب أو اختفاء السبب. هذا موضوع هام جدا في القانون الدولي، لازم نعرف هل قانون هذا كيف. يعني أنا موقع معك اتفاقية بسبب محاربة شيء معين أو سبب معين، عندما يزول السبب تنتهي الاتفاقيات هاي أيضا، حتى كانت مع العراق ولا كانت مع سوريا ولا كانت مع أي دولة ثانية. فتبعيات أنه يخرج حزب العمال الكردستاني على المستوى الدولي الآن ويحل نفسه، هذا معناه في المستقبل القريب سيطلب الدول العالمية، العراق ولا سوريا ولا الدول العالمية الأخرى أيضا اللي لها مصالح في المنطقة وكذا من الأتراك الخروج، إنه انتهى السبب وهاي أنتم اتفقتوا مع حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني لم يبقى له وجود ووضع سلاحه وانتهت هاي المشكلة، فعليكم العودة إلى حدودكم. طبعا هون ما حاسس فيها الأتراك الآن بصراحة، ما حاسين فيها نهائيا هاي الموضوع، لكن هذا الموضوع بالأساس تم طرحه لإعادة تحجيم تركيا. نعم، لإعادة أحد الأسباب الرئيسية لحل حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقاء السلاح هي قطع كل الذراع على تركيا وإعادتها إلى الحدود، حدودها هي. وهذا أمر بالنسبة للسياسة الدولية أتحدث هنا، أنا ما بتحدث عن السياسة الداخلية والمستوى الكردي والكذا، هذا حتى حدثنا فيه باللغة الكردية مطولا وعلى مدار شهور طويلة جدا. فلذلك راح نشوف التبعيات الدولية. طيب ليش هاي الفكر هذا أساسا طلع وكذا؟ لإدراك القائد عبد الله أوجلان بالأساس بالمشاريع الدولية القادمة. شوفوا، لا يستطيع الغرب دعم حزب العمال الكردستاني بسبب الخلفية اليسارية اللي موجودة عندها، وهذا أمر هام للغاية. ويحتاج الغرب في تقسيم تركيا مستقبلا والدول المجاورة إلى تنظيمات أخرى تحمل الأفكار الديمقراطية. فلذلك طلب من عبد الله أوجلان مسألة حل الحزب الآن. طبعا مسألة حزب العمال الكردستاني هي أكبر مصلحة للقضية الكردية. نعم، وضحى حزب العمال الكردستاني تضحية ستكتب في التاريخ. وأنا قبل الآن بشهور عديدة جدا باللغة الكردية طالبت بنفس الحل هذا. ليش؟ لأني مدرك المشاريع القادمة على المنطقة كلها، ومدرك أنه ليس في مصلحة الشعب الكردي أبدا وجود تنظيمات يسارية بالأساس كحزب العمال الكردستاني وحامل الفكر اليساري القديم أو لها خلفيات جذور تاريخية باليسارية، وهذا أمر هام للغاية. غدا ستتشكل أحزاب جديدة، هاي الأحزاب الجديدة تكون أحزاب ديمقراطية، ممكن تكون يمينية ذات أفكار ديمقراطية أكثر قربا من الغرب، سيتم دعمها. المسألة الهامة على المستوى التركي أيضا هي عبارة عن عملية لحماية الشعب الكردي. نعم، كيف يتم حماية الشعب الكردي؟ عندما يترك الشعب الكردي السلاح هنا، حتى لو حصل أي انفجار داخل تركيا وانفجار مسلح وكذا، سيكون الأكراد أو الكرد بعيدين عن أي
حروب داخلية ممكن أن تحصل. ثاني، قبل مرحلة الانفجار العظيم اللي راح يحصل في تركيا، وأنا بأكد لكم أنه راح يحصل في تركيا لا مجال، سيكون وقتها والوضع الديمغرافي في تركيا نوعا ما تغير، لأنه أي أنواع الديمقراطية الآن والحقوق الثقافية والاقتصادية سينعش المنطقة بالتأكيد، وهذا أمر هام للغاية. فكل العمالة الكردية اللي موجودة في اسطنبول وفي الدول في المدن التركية الثانية ستعود رويدا رويدا إلى قراها ومدنها في جنوب شرق تركيا. طبعا الحكومة عملت على السنوات الفائتة كلها على إفقار تلك المنطقة، ما كانت تقوم في مشاريع تنمية كبيرة جدا، يعني كانت طرقات مع طرقات، نوعا ما الخدمات العادية نعم طورتها، ولكن شركات كبيرة معامل ضخمة على مستوى اللي موجود مثلا في المناطق التركية الأخرى ما كانت تقوم فيها. فكان الناس يعني مو كل الناس يعني لديها أملاك كبير وكذا، كانت الفقر والكذا، وهي يضطر بالناس أنه تهاجر للمدن التركية لحتى تعمل بالمعامل التركية، وهذا أثر على الحركة الديمغرافية اللي موجودة كانت في تركيا بالأساس، فأدى إلى هجرة عدد كبير من الكرد إلى المدن الكبيرة، خصوصا اسطنبول، أنقرة، إزمير، ميرسن، وهاي المناطق البعيدة عن وطنهم الأصلي. بهاي الحركة اللي راح تحصل سيعيد ديمغرافية المنطقة إلى أصولها. فخلال الفترة اللي تمتد ما بين الديمقراطية والانفجار العظيم اللي راح يحصل في تركيا، راح يعود كثير من الناس لمواقعهم أو مدنهم وقراهم، واللي كثير من أطفالهم أيضا يعني يتحدثون اللغة التركية، فلما يعودوا إلى مناطقهم بسبب أنه أكثر أمن وصار فيها شغل وصار فيها حياة أكثر وفيها خدمات وفيها أمور أكثر، فرح يعود الناس إلى قراهم ومدنهم. هنا شو بده يصير؟ هنا بده يصير اللي البافر ستيت اللي تحدثنا عنه خلال 4 أو 5 سنوات تانية، اللي هي إعادة غربلة وفرز الشعوب وفصلها بعضها عن بعض. فلا بد من عملية سياسية وعسكرية، يا أما سياسية أو عسكرية، لحتى يستطيعوا فصل الشعوب عن بعضها البعض. يعني يعود الكرد إلى مكانهم، يعود الأرمن إلى مكانهم الأصلي، يعود الأتراك إلى مكانهم في الأناضول، يعود البقية، وبعدين يتم الفصل ما بينهم بالبافر ستيت، سواء كان فيدراليات، كونفدراليات، دول مستقلة، وهكذا حسب المخطط المرسوم لتلك المنطقة. إذن عملية السلام اللي بتحصل في تركيا هي ليست عملية كما تعتقدون بسيطة ويلا بدنا نروح على البرلمان نحط حقوق وكذا وهي، لا، إلها أبعاد سياسية دولية بعيدة وعميقة جدا. هل الآن ليس مطلوب مباشرة أنه يأخذوا فيدرالية ويأخذوا لا مركزية، لا، ولا يستطيع البرلمان الحالي أساسا تغيير شكل تركيا. مشان تعرفوا المسألة السياسية والقانونية في تركيا، لا يستطيع البرلمان الموجود حاليا أساسا بتغيير شكل تركيا من مركزية إلى لا مركزية ولا فيدرالية ولا كونفدرالية نهائيا، يحتاج إلى برلمان جديد. إذن هنا في البرلمان هذا شو بده يصير؟ بده يصير عملية إصلاح ديمقراطي، إصلاح ديمقراطي لانتخابات جديدة، ومن خلال الانتخابات الجديدة في البرلمان الجديد هو اللي راح يقر حزمة الإصلاحات على المستوى الإداري في تركيا. فلا حدا يتأمل أنه حاليا يقعد البرلمان والبرلمان راح يقول للأكراد لكم أنتم كونفدرالية أو فيدرالية أو لا مركزية أو حكم ذاتي أو بلديات أو كذا، ما بيقدر هذا الشيء. كل المطلوب من البرلمان الموجود حاليا يقر حزمة قوانين إصلاحية في العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية في تركيا. بعدين بتصير في الانتخابات في تركيا، ويختار الشعب التركي بكل مكوناته الموجودة برلمان جديد. لكن هنا بالانتخابات هاي رح يكون فكت الضغوط عن الكرد،
يعني الكردي اللي كان خايف يروح يدلي بصوته راح يروح بحرية ومطلقة وديمقراطية يدلي بصوته. اللي كان بيعطي أصواته للأحزاب الثانية، لا ما في داعي أعطي صوتي لأحزاب جهبي ولا أعطي لمهبي ولا أعطي لأك بارتي، لا بروح بعطيه للأحزاب الكردية. هنا الفكرة من المسألة لأنه الضغوط خفت وما حدا يقدر يحاسبك. فبالحالة هاي من المتوقع أنه أعضاء البرلمان الكردي راح يتعدى 200 230 أقل شيء على أقل تقدير. طبعا هنا 200 230 مع الأحزاب الأخرى اللي راح تتشكل في تركيا. لابد للحزب الكردي أن يكون شريك أساسي مع الحكومة القادمة، وهذا الطبيعة الديموغرافية بالنسبة لتركيا. هلا أنت تكون شريك أساسي في الحكومة القادمة، هذا معناه أنه أنت تستطيع أن تسن القوانين التي تشاء. هذا أمر طبيعي. بهاي الطريقة راح يكون الحل في تركيا. لا يستطيع أردوغان ولا القوميين وأردوغان مجتمعين مع بعض الآن تغيير شكل الدستور الأساسي لتركيا. طبعا أردوغان يريد التخلص بأي شكل من الأشكال الآن من الدستور الثلاثينات الموجود عنده حاليا، لأنه هو الدستور أساسا قومي، دستور أساسا وضعه الكماليين، وعنده طموح أنه يحول تركيا إلى دولة عثمانية، يعني نظام الولايات سابقا في الدولة العثمانية قديما. لكن هل سينجح أردوغان بهذا الموضوع؟ هذا أمر آخر ومختلف. يعني كل واحد عم بيشتغل على أساس أنه أنا راح أقنع الشعب أكثر، وأنا راح أجمع أصوات أكثر، وأنا أعمل الدولة اللي بتناسبني وتناسب فكري اللي أنا بدي إياه. واحد بيفكر بالدولة الإسلامية أو شبه إسلامية ونظام ولايات مثل سابق، والثاني بيفكر بالدولة الديمقراطية وأيضا فيدراليات أو كونفدراليات أو أبعد من ذلك أكثر. طبعا هنا الغرب ما بيفكر بهاي، الغرب بيفكر بتقسيم تركيا اللامحالة، خصوصا المصالح الاقتصادية لإسرائيل والدول كلياتها، وأعتقد أنه هذا الموضوع واضح. هلا بدنا نجي للنقطة المهمة، من المستفيد من إلقاء حزب العمال الكردستاني في المرحلة اللي احنا فيها حاليا؟ السلاح. لو حصل رمي حزب العمال الكردستاني هذا السلاح قبل عامين أو ثلاثة، كان أكثر الناس المتضررة هم الكرد. ولو يقوم حزب العمال الكردستاني بعد عامين بإلقاء السلاح، أيضا راح يكون متأخر جدا وليس له فائدة نهائيا. أفضل مرحلة لإلقاء حزب العمال الكردستاني لسلاحه هي بالمرحلة اللي احنا موجودين فيها حاليا، لأنه قطعت الذراع على تركيا وساعدت بمشروع الشرق الأوسط الجديد القادم في المنطقة. تركيا لا تستطيع تأخير المشروع بحجج أنه في حزب العمال الكردستاني هون، وأنا لازم يكون لي دور هنا، أنا لازم أكون في سوريا، أنا لازم أكون في العراق، أنا لازم أكون في إيران. بكرة ضربوا إيران وتقسمت إيران، رح تتدخل تركيا في حزب عمال الكردستاني، أنا من حقي أروح وأحارب هؤلاء اللي هم ضدي وكذا. فقطعوا عليها كل الذرائع، فقطعوا على تركيا كل الذرائع. يعني هلا إذا مشت عملية السلام شوي كمان والأتراك أخذوا بجدية، وشفنا الأتراك أخذوا بجدية، اليوم طلع باختشلي وقال بكل وضوح أنه خطوة مهمة جدا وهي خطوة جدية. الآن الدور صار عند أردوغان وحزب دم بارتي، ولما على دم بارتي أكثر، بس لكن هو يقصد فيه أردوغان لأنه هو أكثر الناس اللي حساسة بموضوع تقسيم تركيا. فباختشلي والأحزاب القومية اللي هي تابعة لبريطانيا تعمل ليل نهار وتحاول تضغط على أردوغان بأنه يسرع العملية السياسية في تركيا. هلا هون قد ما استطاعوا أيضا أنه يضحكوا على الكرد ويطلعوا بأقل الخسائر، هذا أمر طبيعي، ونحن الكرد نحاول قدر المستطاع أنه نكسب أكبر المكاسب من العملية السياسية القادمة، وهذا أمر طبيعي. راح يكون المنافسة السياسية هنا بشكل كبير. لكن المهم الآن بالوضع اللي احنا فيه ككرد حاليا أنه يتم تغيير
العملية الديمقراطية اللي بتسري في تركيا. أول شيء سيصدر قرار من الحكومة التركية قريبا بأنه ممنوع اعتقال أي ناشط سياسي حتى ولو كان يأيد حزب العمال الكردستاني سابقا. ليش؟ لأنه انتهت مسألة العسكرية وكذا، فراح يطلع هذا القرار أنه الناس راح تطلع وتعبر عن رأيها بكل أريحية، وما راح يكون في خوف من الميت التركي من الاعتقال من كذا، إلا في حال أنك أنت منتسب فعلا لتنظيمات إرهابية وحامل السلاح. هذا راح يطلع، راح نشوفه. المسألة الثانية إطلاق السجناء تدريجيا، راح يصير هذا سجناء سياسيين هنا أقصد فيها. طبعا هناك عشرات الآلاف من الدكاترة والمهندسين والمحامين والحقوقيين اللي هم موجودين في السجون التركية، وهؤلاء راح يشكلوا قوة ضاربة عند خروجهم من السجن، قوة سياسية هنا أقصد فيها، لأنه كل هؤلاء يعني كل واحد منهم مشروع سياسي كبير جدا، فهنا سيتم تنظيم الشارع الكردي بشكل كبير. المسألة الثالثة هي تغيير قانون الأحزاب وعدم التقييد، وهذا أمر هام للغاية جدا أيضا. طبعا شفنا نحن أردوغان يعمل ليل نهار على إيش؟ على إنهاء المعارضة بالنسبة له، واستطاع إنهاء المعارضة بملفات فساد كبيرة جدا. فلذلك لم يعد هناك منافس بالنسبة له، راح ياخذ دور المنافسة الأحزاب الكردية اللي راح تنافس الآن. فحاول هو إيش؟ إنه يقلب المعادلة السياسية الموجودة في تركيا بالمنافسة ما بين حزبين كبيرين اللي هو أك بارتي وجهبة وبعض الأحزاب الأخرى المتوسطة اللي كانت تعمل تحالفات مع هاي الأحزاب كلها، إلى حزب إسلامي، منافسة ما بين حزب إسلامي والحزب الديمقراطي الكردي اللي راح يتشكل، سواء كان دم بارتي أو حزب جديد يتشكل. فراح يكون الصراع ما بين حزبين ذو واحد منهم طابع إسلامي والحزب الآخر اللي هو يحمل مبادئ ديمقراطية. وهنا المفارقة اللي راح تحصل في تركيا، وراح يصير على أساس الصراع على هذا الأساس. هو ظنا منه بأنه قادر أنه يقنع الشعب الكردي والشعب التركي بالمسألة الإسلامية والدينية أكثر، فهو اللي راح يكون مسيطر أكثر، هو حسب ظنه هو، وهو اللي يسعى له حتى. طبعا هذا راح يولد انفجار بالمستقبل، واللي تحدثنا عنه بعد عام وشوي، راح يؤدي إلى صدام ما بين الأتراك نفسهم، الكماليين اللي يرفعون شعار الدولة الواحدة واللغة الواحدة والرئيس الواحد والبرلمان الواحد والعلم الواحد، واللي إسلاميين اللي ما عندهم مشكلة بالتعددية. وهذا أمر هام للغاية. أنا ما راح أتحدث عن هذا، راح أتحدث فيه في وقت آخر نهائي مختلف تماما. فألقى حزب العمال الكردستاني بهذا التوقيت لسلاح وبهذه الطريقة اللي شفناها، أنه حرق السلاح. حتى حرق السلاح له مدلولات هامة للغاية. أنا كل يوم بقدر أجيب سلاح، وأنا عندي الإمكانية أني أجيب هذا السلاح، وأساسا هذا السلاح هو ملك للشعب الكردي اللي تبرع في خلال السنوات الفائتة. فأنا ما بسلمه للعدو. التسليم للعدو معناته إعلان الهزيمة بمعنى النفسي، بالمعنى السياسي. لكن أنا مستعد للحلول، بس بدي أحرقه ما أعطيك إياه. فأنا ما استسلمت، وحتى أثبت لك أنه أنا جاد بالعملية السلام اللي أقوم فيها، ما راح أحطه على جنب على أساس أنه أنا ألقيته وبعدين أجي من الطرف الآخر وآخذه مشان ما تطلع على الإعلام وتقول. نتمنى أن يكون الموقف كان جديا، نتمنى أنه يكون هذا الكلام هو صحيح. لا، أنا حرقته قدام الكاميرات وقدام العالم كلياته، وهذا أعطى مدلول نفسي وهام للغاية اللي خرج عليه أردوغان أيضا، وقال لك أنه نحن نشهد بمفهومه هو الآن في تركيا عملية تركيا خالية من الإرهاب، يعني عملية السلام عم تنجح وكذا وهاي. فمثل ما قلنا لكم أنه
لها تبعات دولية بشكل كبير للمشروع اللي قادم في المنطقة، وهذا راح يغير الواجهة السياسية اللي كانت تعتمدها تركيا على مدار ال100 عام اللي فات. هلا بده يجي واحد وبيسألني هل تثق بالأتراك؟ راح أقول لا أبدا. لكن شلون عم تحكي هذا الكلام؟ أنا لا أثق بالأتراك، والأتراك راح يعملوا ألاعيب كثير وراح يحاولوا يطلعوا بأقل الخسائر الممكنة، وهذا أمر طبيعي. لكن أنا أثق بحركة التحرر الكردي والشعب الكردي، وأنا عارف أنه قادر أنه يتغلب بالمرحلة التاريخية اللي نحن فيها، وخصوصا القائد عبد الله أوجلان والفكر اللي عمله على الأتراك. فثقتي هنا مو ثقتي بالأتراك، لا، ثقتي هنا بالقوى الكردية وحركة التحرر الكردية ومقدرتها على أن تتجاوز كل العقبات والألاعيب والخدع والفخوخ الذي راح يحطها الأتراك أمامه. أنا عندي ثقة بهذا الموضوع. نعم طبعا الأتراك راح يربطوا موضوع إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح بمناطق عديدة جدا. راح يقولوا لك مثلا في سوريا، وعم نشوف الآلة الإعلامية اللي عم بتروج أنه سوريا أو الكرد أو القسد أو القوات الكردية اللي موجودة في سوريا هي تابعة لحزب العمال الكردستاني، وهذا الكلام هراء ما له أي أساس من الصحة. وهنا راح يكون دور التدخل الغربي. شو هو دور التدخل الغربي؟ الغرب راح يقولوا له ما في مشكلة، عندهم 20 واحد 30 واحد 200 واحد 300 واحد 2000 واحد من حزب العمال الكردستاني، احنا اللي بنطلعهم، هذول يحطوا سلاحهم كمان مثلهم مثل اللي موجودين في تركيا، بس انت مالك شغل في سوريا وهدول اكراد منطقه ثانيه وهي دوله اخرى مالك شغل فيها. معناته انتم عدائك مع الاكراد، وانتم دائما تقولوا عدائنا مو مع الاكراد، نحن عدائنا مع حزب العمال الكردستاني اللي هو مصنف ارهابيا حسب وجهه نظرهم هم. فهنا شالت الذريعه بالنسبه لتركيا بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطيه والقوات الكرديه اللي موجوده في تركيا في سوريا، وهذا امر هام ايضا للغايه، لانه في احراج دولي وصعوبة أيضا في أنه دولة تجتاح حدود دولة ثانية وتقوم بمحاربة قسم من الشعب الموجود في الدولة الأخرى المجاورة من دون ذرائع ثابتة وأساسية. هل يستطيع الأتراك الخروج أمام العالم ويقولون نحن ضد الحقوق الكردية وضد الشعب الكردي؟ يستطيعون يقولون هذا قدام العالم كلياته؟ أنت معناته شو؟ ضد الإنسانية، ضد الشعب معناته. لا يستطيع الأتراك، لكن يستطيع الأتراك الخروج أمام العالم كلياته بيقول لك نحن سندخل سوريا لأننا بنحارب حزب إرهابي، وحزب نحن صار لنا 40 سنة بنحاربه وموجود على لوائح الإرهاب كلياتها، صح ولا لا؟ لكن عندما تنتهي الذريعة ينتهي العمل أيضا فيها أكيد. طبعا نفس الشيء ينطبق على العراق ونفس الشيء ينطبق على إيران. وإذا قامت إيران الآن إسرائيل بضرب إيران واسقاط الحكومة الإيرانية الموجودة فيها، وقام الشعب أيضا، لا يستطيعون الأتراك بحجة حزب العمال الكردستاني الدخول إلى إيران، وهي المفارقة الهامة للغاية. لا يستطيعون الدخول على أي دولة من الدول المجاورة لأنه لا يمتلكون الحجة على هذا الموضوع. ويستطيع الدول الغربية منع تركيا أيضا، أنه ليس من حقك أنك أنت تفوتي على دولة أخرى هي عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودولة معترف فيها ولها حدود. يعني يستطيعون تطبيق حتى البند السابع أو المادة 52 من القانون الدولي أو من ميثاق الأمم المتحدة. وهنا مسألة مهمة للغاية. يعني إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه وحل نفسه هو عبارة عن قصقصة جناح تركيا في الخارج وإعادة تركيا إلى حدودها المرسومة لها قولا واحدا قطعا. إلقاء حزب العمال الكردستاني لسلاحه هذا يعني بطلان كل الذرائع التركية في التدخل في دول الجوار، إلا بتقول لك أنا لأسباب اقتصادية. نعم لأسباب اقتصادية تقدري تكوني موجودة بس مو عسكريا. يعني وجود تركيا عسكريا حتى في سوريا لم يعد له مبرر. معناته أنت جاية بسلاحك على سوريا تعادي لإسرائيل، وسيتم محاربتها بهذا الشكل. سيطلب منها الخروج من سوريا، يطلب منها الخروج من العراق،
ممنوع تدخلي إلى إيران لما نضربها، مالك شغل أنت. وهذا الهدف من العملية كلياته مشان تعرفوا. باستثناء طبعا الشروحات الداخلية اللي شرحتها كلياتها باللغة الكردية قبل شهور عديدة وراجعناها من شوي. طبعا هذا أساسا هو مخطط دولي مشان تعرفوا، لكن نحن بالنسبة لنا ساعدنا في المخطط الدولي لحتى يجري بشكل سريع. يعني لو كان متعنت حزب العمال الكردستاني بمسألة إلقاء السلاح الآن وحل نفسه، كان راح يكون حزب العمال الكردستاني أكبر معرقل لمشاريع تطبيق الشرق الأوسط الجديد. صح ولا لا؟ أنا أنتظر منكم الجواب أيضا. فالخطوة اللي قام فيها حزب العمال الكردستاني هي تضحية كبيرة جدا من أجل الشعب الكردي، ويستحقون الاحترام. وطبعا أنا مهدت لهذا الموضوع بكثير حلقات عندما كنت أتحدث دائما عن الفيتنام والحرب الفيتنامية، كيف قام الحزب الشيوعي الفيتنامي بوقتها بحل نفسه بسبب الخلافات الحزبية اللي كانت موجودة في حركة التحرر الفيتنامية ضد الأمريكان. وكنت دائما أشرح هذا الموضوع بأنه الحزب هو في خدمة الشعوب وليس الشعوب في خدمة الأحزاب. فإذا كان الحزب الآن يتطلب منه حل نفسه في سبيل خدمة شعبه، يجب عليه أن لا يتردد ويقوم بحل نفسه. هلا من المسائل العاطفية أنا ما بفهم، يعني يجي واحد بيقول لي صرنا 40 سنة ونحن كنا مع هذا الحزب وكنا نحارب وكنا كذا، ومسائل العاطفية والأمور أنا ما بفهم فيها. أنا بعرف شغلة واحدة، عندما يطلب من الحزب أنه ينهي نفسه في مصلحة شعبه وقضيته اللي أساسا أنشئ من أجلها ولم يحل نفسه، يكون هذا أمر خيانة كبير جدا. هنا صارت المصالح الشخصية والمصالح الحزبية فوق المصالح الوطنية، وهنا يحتاج إلى تفكير عميق جدا. طبعا خلال الفترة اللي فاتت كنت أعطي آرائي بهذا الموضوع وكنت أمهد لهذا الموضوع، علما مني شخصيا أنا أنه هاي المرحلة قادمة لا محالة. وكان في تخوف، نعم في تخوف، لأن المسائل الحزبية أحيانا تكون طاغية عند بعض الناس، وتكون بالنسبة لهم أمر صعب جدا أنه يتخلى عنه. تغيير الفكر أحيانا هو مؤلم أكثر من الألم الفيزيولوجي. ما من الصعب جدا، ليس بالسهولة أبدا أنك تغير أيديولوجية ناس، مستحيل. يعني حتى شوفوا الأديان هي أيديولوجيات، صح ولا لا؟ عندما قدم الأنبياء على الشعوب كانوا بدهم يغيروا أيديولوجياتهم من عبادة الأصنام، عبادة الآلهة المتعددة، عبادة الحجر والخشب، إلى عبادة الإله الواحد الأحد مثلا. كم كان يعاني هؤلاء الأنبياء في تغيير أيديولوجيات، مع أنه جايب أيديولوجية أفضل بكثير من الأيديولوجية القديمة. تعال أقنع واحد يعبد حجر من صنع يده وهو اللي نقشه إلى عبادة الإله الواحد الأحد الأكبر مثلا، وما يقتنع ويحارب هذا النبي، وش قد يصير في ألم. هنا طبعا من دون تشابيه، لكن هي كلها بالنهاية بالعلوم اسمها الأيديولوجيات. فتغيير الأيديولوجيات وتغيير الفكر هو مسألة صعبة جدا، لا يستطيع القيام بها إلا عدد قليل جدا من البشر، ويحتاج إلى عبقرية عظيمة جدا. يعني مثل مثلا قائد عبد الله أوجلان اللي مر من 100 سنة ما شفنا واحد مثله بصراحة. يمكن قبلها ما عندي علم كمان إنه كان في شخصية مثل شخصيته وبعبقريته، وهذا حقيقي. هل يا ترى سيأتي علينا واحد آخر في زمن
قريب أو بعيد مرة أخرى بنفس العقلية اللي موجودة، هذا أمر ربما، وربما لا كمان. فمسألة تغيير الأيديولوجيات لا يستطيع أي إنسان القيام بها. تستطيع أن تشكل أحزاب، تستطيع أن تقوم بحركات وإنشاء حركات وحركات تحرر، ولكن سوف تعتمد على أيديولوجيات موجودة مسبقا. أما تغيير الفكر الأيديولوجية عند الإنسان هو صعب. هنا أنا ما أشبه عبد الله وجلال بالأنبياء نهائيا، وفي فرق كبير بينه وما بين الأنبياء، لا نهائيا. وأنا ضد أي إنسان بيطلع ويتحدث بهذه الطريقة، يعني فلان إلهي أشوفه، فلان أشوفه أنا مثل النبي. لا، أنت غلطان. هو عبارة عن مفكر سياسي، أفكاره جيدة الآن ومحل تقدير واحترام كبير جدا، لكن في المستقبل ممكن هاي الأفكار لم تكن يعني ما تكون نافعة. هذا أمر طبيعي جدا، لكن هو محل احترام ويعتبر فيلسوف عبقري، نعم، بالمرحلة اللي احنا فيها الآن، وهذا هام للغاية يعني. لكن في المراحل القادمة كان أرسطو في عصره من النوابغ، وأفلاطون في وقته كان أيضا من النوابغ بوقته. الآن يعتبر فيلسوف. تقرأ المطالعة تستفيد من بعض الجمل اللي كتبها، لكن فلسفته غير صالحة للعصر اللي نحن فيه. هذا أمر مهم جدا. كل الفلاسفة الموجودين على مستوى الكرة الأرضية اللي سبقونا قبل الآن، يعني مثل ماركس في فترة من الفترات كانت الفلسفة الماركسية مفيدة جدا بالوقت اللي هو كان فيه وتوازن القوى اللي كان موجود آنذاك. هل فلسفة ماركس في العصر اللي نحن فيه تفيد أحد؟ لا. لكن للمطالعة وللعلم ومدى عبقرية هذا الإنسان تقرأ. خرج علينا عالم الوراثة، شو كان اسمه هذا اللي كتب نظرية التطور، داروين، وقال إنه أصل الإنسان مثلا من قرد، والبشرية تطورت وكانت بالبداية انطلقت من المياه، وعبارة عن كان وحيد الخلية، وبعدين صار متعدد الخلايا، وبعدين صار من الزواحف، وبعدين الزواحف تطوروا وصاروا حيوانات، وكمان عنده صار الغلاصة تحولت إلى رئتين وهكذا، وبعدين القرد صار يمشي على قدمين، وبعدين اتطور وصار إنسان. هاي النظرية اللي كانت موجودة في فترة معينة اللي اسمها نظرية داروين. طبعا علميا لم تثبت هذه النظرية لا من بعيد ولا من قريب نهائيا. هل نظرية داروين الآن يؤخذ بها ومفيدة للبشرية؟ لا طبعا، لا هي مفيدة للبشرية ولا هي كذا، لكن نظرية بوقت من الأوقات كانت مهمة للغاية، ممكن الاستفادة منها وقراءتها علميا يعني. في علم الوراثة نعم تستطيع أن تستفيد من علم الوراثة في نظرية داروين بكثير، تستفيد فيها حتى الآن. يعني واحد شعره أسود تزوج من واحدة شقراء، وعنده المورثات إكس وواي. الإكس هو الأشقر والواي اللي هو الشعر الأسود، والمرأة لا تحمل سوى إكس إكس. هنا تستطيع التنبؤ مثلا والاستفادة من علم الوراثة بهاي المرحلة، أنه ممكن يطلع الجيل الأول فيه واحد أسود وواحد شعره أشقر، والثاني شعره ما بين الأسود والأشقر، يعني تحول شوي إلى بني ما بين المزجة بيناتهم. الجيل الثالث ممكن ما بيطلع عندك كلهم شقر، الجيل الرابع ممكن يطلع كلهم شعرهم أسود، وهكذا. بالنسبة للمورثات الموجودة لمرض السكري مثلا، ممكن بكل عائلتك ما في ولا واحد طفل عنده سكري، لكن أحد أبنائك صابوا سكري بالعامل الوراثي. هنا أنا أتكلم، فهنا شو السبب؟ هذا يعني أنه يحمل كروموسوم للسكري، لكن هو غير نشط، إلى أن تزوجت أنت بعد جيلين وثلاثة من أحد النساء التي حتى في عائلتها ما في ولا واحد عنده مرض السكري، لكن عندها كروموسوم أو عامل وراثي لمرض السكري كامل أيضا، لأن الصفة الغير مصاب بالسكري هو الطاغي. التقت هؤلاء باثنين، تنشطت هاي الصفة الوراثية، خرج طفل مع مرض السكري. مثال هذا طبعا. هنا ممكن أنت تستفيد من هؤلاء اللي أطرحوا نظريات وراثية، وبنفس الوقت طرحوا لك نظريات فلسفية أيضا في نفس الوقت.
ممكن تستفيد من النظرية العلمية اللي طرحها، لكن لا تستفيد من النظرية الفلسفية التي لم يتم إثباتها نهائيا. على كل، ليست كل الأفكار خالدة، هذا أمر مهم جدا، كما ليس كل البشر خالدين، لكن تبقى محتفظة في ذاكرة الشعوب. وهذا أمر بدنا نتجاوزه لحتى نخلص من مسألة التعلق بالشخصيات، مهما كانت الشخصية قوية، ومهما كانت الشخصية لها بصمة هامة في حياة شعب معين. وهذا أمر مهم للغاية. فليست كل شيء في الحياة هي ثوابت. الأحزاب متغيرة، الأفكار متغيرة، الفلسفة متغيرة، ولكل زمان رجالات. في المرحلة اللي نحن اللي فيها حاليا في رجالات إلها. في المرحلة القادمة بعد سنوات عديدة سيخرج ناس ثانيين هم اللي بيكونوا يديروا المرحلة حسب متطلباتها في ذلك الوقت. سابقا أيضا كان لها رجالات وقادوها، سواء فشلوا أو نجحوا بمستوى معين وبشكل مختلف تماما عن اللي نحن فيه الآن. وهذا أمر هام للغاية لازم ندركه نحن. نرجع للموضوع الأساسي. نعم، حزب العمال الكردستاني إذن هنا قاد مرحلة هامة للغاية، واللي هي كانت مرحلة الحرب الباردة اللي كانت موجودة والتناقضات السياسية الدولية، وحافظ فيها على حركة التحرر الكردية. وهذا مهم للغاية جدا، حتى ولو ما أنتج، المهم كان عندك من يطالب بحقوق كردية، وهذا هام للغاية. بمرحلة التوازنات الدولية اللي كانت مرسومة في المنطقة ما كانت مساعدة أبدا لحركة التحرر الكردية بذاك الوقت، لكن أنت كنت موجود وكنت تقاوم كل المشاريع الدولية اللي كانت تجري لإنهائك. أذكركم بشيء مهم للغاية. تتذكروا حرب عفرين؟ تركيا لما بلشت على عفرين و58 يوم قاومت فيه. مين يذكر لما طلع أردوغان في أحد التصريحات أو عدة مرات طالب حلف الناتو المساعدة في حرب عفرين؟ تركيا وبقوتها يطالب كان حلف الناتو من شدة المقاومة اللي حصلت. طالب أردوغان بحلف الناتو لمساعدته لأنه ما كان يقدر. شوفوا، لو لم يصدر قرار من حزب العمال الكردستاني وقتها، أو خلينا نقول بادي عشان نكون المسميات صحيحة لأنه ما له علاقة بحزب العمال الكردستاني، لو لم يصدر قرار من الأحزاب الكردية والقوى العسكرية التابعة لها الموجودة هناك بالانسحاب، ما كان يقدر الأتراك أبدا. لكن كان هناك قرار دولي، عشان أكون واضح معكم، قرار دولي بأنك أنت بدك تطلع من عفرين، لأنه إذا أنت ما طلعت من عفرين بدي أساعد الأتراك، وأنا حرج إني أساعدهم، لأنه عم يطلب مني المساعدة إني أفوت ولازم تطلع أنت، فأنت وقتها مضطر إنك تنسحب. مشان تعرفوا الحقيقة اللي جرى. يعني هون أنا ما بتحدث عن عفرين، أعطيكم مثال عليها. فلو كانت الظروف الدولية متماشية مع الحقوق الكردية وقتها والمشاريع القادمة للمنطقة، وهاي كانت النتيجة راح تكون مختلفة تماما. لكن الهام بالموضوع كلياته انه انت اثبت انك انت موجود، مهما كان دفعت الثمن. بدك تدفع ثمن اجباري، بدك تدفع ثمن كبير ايضا، مو صغير. لكن لو ما تدفع هذا الثمن وتعتبر غير موجود، الافضل او تدفع الثمن وتثبت للعالم كلياته انك موجود. وهنا امر فلسفي صعب فهمه للاسف للبشر العاطفيين والمتعلقين بأوهام بسيطة، ما راح يقدر يفهمها. ليش؟ لأنه هو عايش الواقع حاليا، ما بده يعيش بعد بكرة، ما بده يعيش بعد 200 أو 100 سنة تانية. أنت بعد 100 سنة راح تكون شخص منسي، وما راح حدا راح يذكرك نهائيا. لكن راح يذكر مين؟ راح يذكر شعب
وشعب هنا قاوم، وشعب هنا صار عليه مجازر، وشعب هنا أثبت أنه موجود. هنا المفارقة بالمسألة الفلسفية ما بين الاثنين. راح يطلع لي واحد بيقول لي مو سرقوا أرضي وسرقوا زيتوني. نعم، سيقول التاريخ سرق الزيتون، ولكن لن يقول سرق زيتون محمد أو أحمد. التاريخ لن يقول هذا. نعم، سرق بشكل كبير جدا زيتون الشعب اللي موجود في المنطقة كلها وأشجار الزيتون وتم حرقها وكذا، لكن ليس اسمه. وهنا المفارقة بالمسائل الفلسفية اللي لازم نحن نفهمها. إذا كل شيء يقوم الآن فيه أو قام فيه حزب العمال الكردستاني هو دخل التاريخ، دخل التاريخ بشكل كبير جدا، من دون ذكر مثلا شخصيات أو أسماء وتفاصيل الأمور اللي حصلت وقتها. راح يقول التاريخ أنه كان هناك قبل أن يتحرر الكرد حزب قاوم 40 عام ودفع شهداء، وكان موضوع على قوائم الإرهاب، ولم تستطيع الدولة التركية على مدار 50 عام من إنهاء هذا الحزب، وبإرادته وضع سلاحه في سبيل مصلحة شعبه، وقدم تضحيات كبيرة جدا وقتها، وكانت النتائج كذا وكذا وكذا، وهكذا وصل هذا الشعب إلى حقه. وهذا أمر مهم جدا. إذا هنا حزب العمال الكردستاني ما نهى نفسه، ونهى نفسه فعليا وعمليا وعسكريا، لكن دخل التاريخ، دخل التاريخ من أبوابه، فما نهى نفسه. وحتى الفكر سيبقى في الكتب على أساس مذكرات. وهنا النقطة المهمة اللي حبيت أن أفهمكم إياها. حزب العمال الكردستاني نعم عمليا وضع السلاح وحل نفسه، لكن حزب العمال الكردستاني دخل التاريخ الكردي ومن أبوابه العريضة، وفلسفة قائده عبد الله أوجلان وسياسته اللي استمرت أكثر من 50 عام، وراح يكون لها نتائج مستقبلية كبيرة جدا على الشعب الكردي. لكن المرحلة اللي هو كان موجود فيها وكان مطلوب منه أداء عمل معين انتهى. الآن انتهى، وهذا هو المهم. طبعا مثل ما قلت لكم تبعيات هذا الموضوع راح نشوف نتائجه بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة. هلا حاليا صورة غير واضحة للناس بشكل طبيعي، وأنا عارف هذا الشيء. يعني اللي بيقول لك شلون رموا سلاحهم، وليش رموا سلاحهم، وليش أحرقوا، وليش أمام الكهف هذا. نعم، الكهف هذا دلالاته، نحن من هنا انطلقنا وهنا نحرق سلاحنا أيضا. وهذا له معاني فلسفية عميقة جدا، أنك أنت تحرق سلاحك بس ما تسلمه لعدوك. هنا أمر هام للغاية. طبعا النتائج مثل ما قلت لكم راح نشوفها خلال الفترة القادمة بشكل أكبر. واللي بدي أوصل رسالة للأخ المتشكك واللي مؤلم بالنسبة له، ليش نعمل هيك وليش ما نعمل هيك، خليك أنت على جنب، وبكرة بتشوف شو الفائدة من هذا الموضوع كسياسيا، لأنه بدأت الآن بعد مرحلة الاعتراف. طبعا لسه حزب العمال الكردستاني ما وضع سلاحه، مشان نكون واضحين، لأنه قلنا لكم إنه المسألة مشروع خطوة بخطوة. نحن جربنا هلا 30 شخص وكذا، وأثبتنا للعالم كلياته نحن جادين فعلا. نحن لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة قتل، نحن أصحاب حقوق، إن لنا حقوقنا، وهاي ما في داعي نحن نحارب حدا نهائيا. فنحن جادين، قمنا بحرق السلاح اللي موجود 30 وأفنيناه، وهذا أمر هام للغاية. طيب الآن الخطوة الثانية تأتي من المجتمع الدولي ومن الأتراك، أثبتوا أنكم أنتم لستم أعداء الشعب الكردي، وكنتم تحاربوننا فقط لأنه نحن حاملين السلاح مثل ما تدعون أنتم. طبعا فالخطوة القادمة هي المفروض تأتي من عندهم، تأتي بعدين الخطوة الأخيرة، يعني مجرد الاعتراف بالشعب الكردي
وحل المسائل بالمسائل الديمقراطية والذهاب إلى انتخابات مبكرة. بعض ضمانات السياسية الديمقراطية أنه تجري في المنطقة كليتها هي كفيلة لوحدها أنه يأخذ الشعب الكردي كل حقوقه. برجع بكرر، لا تستطيع الحكومة الموجودة حاليا في سدة الحكم، سواء كان أك بارتي ولا مهابي ولا حتى جبهة جهبة مجتمعة، بسن قوانين لتغيير شكل تركيا الموجودة حاليا. يحتاج إلى برلمان ديمقراطي أكثر، ويحتاج إلى برلمان ممثل من الشعب التركي بشكل أكبر لحتى يستطيعوا تغيير الدستور التركي اللي هو ممتد من فترة الثلاثينات إلى الآن، وتغيير شكل تركيا إلى شكل جديد. طبعا أنتم ما بتنسوا أنه هذا العلم التركي لموضوع الأحمر وفيه الهلال هو قديم أكثر من 700-800 سنة،